cyber world. I am the mysterious hacker profiled. Codes are my weapons. Exploring the unknown cyber realm. مساء الخير عليكم. لو انت بتتعلم برمجة أو عاوز تشتغل في الذكاء الاصطناعي، أكيد هتقابل أكواد بتستخدم الترجمة التلقائية بين اللغات. النهاردة هشرح لك بطريقة بسيطة جدا كود البايثون اللي بيترجم الجمل من الإنجليزي للعربي باستخدام مكتبة قوية اسمها ترانسفورمرز. يلا نشوف الكود سطر بسطر ونفهم هو بيعمل إيه. هنا بنستخدم حاجة اسمها بايبلاين من مكتبة ترانسفورمرز، وبنحدد إننا عايزين نستخدم خاصية الترجمة من الإنجليزي للعربي. كمان بنحدد موديل الترجمة اللي اسمه هيلسنكي. الموديل ده إحنا بنحصل عليه من هاجنج فيسز، وزي ما شرحنا في أول الفيديو خالص إن إحنا بنروح على موقع هاجنج فيس وندور على المودلز اللي بتعمل ترجمة وبنختار الموديل اللي إحنا محتاجينه، وبنيجي هنا عند موديل يساوي ونكتب اسم الموديل اللي إحنا عايزينه. هنا كأننا بنقول للموديل حضّر لي مترجم من الإنجليزي للعربي. بالtext هنا هنعمل طبعًا variable جديد وهنسكّن فيه الجُمل أو الكلام اللي إحنا عاوزين نترجمه. هنا بقى بنقول له في الoutput أو المنتج بتاعي ادّي الجملة دي للمترجم اللي حضّرناه في أول خطوة، هو هنا هيترجم الجملة الإنجليزية للعربي وهيحفظ النتيجة في متغيّر اسمه output. هنشوف مع بعض هنا الترجمة. طيب لو فكرنا بقى نترجم من اللغة، بدل ما نترجم للعربي نترجم للفرنساوي، هنطلع فوق هنا ونغير ال AR دي نخليها FR، هتبقى الترجمة باللغة الفرنسية حالا. هنشوف، بصوا كده اهي دي الترجمة باللغة الفرنسية. وكده أي جملة هتكتبها هنا عند تكست دي هتترجم للغة اللي انت عاوزها تبع الموديل اللي انت مختاره في الأوتبوت. عشان نقول ملخص سريع كده، الكود ده بيعمل إيه؟ بيحضّر أداة الترجمة، بياخد منّك الجملة الإنجليزي، بيترجمها، بيطبع لك النتيجة بالعربي. طيب ال الكود ده الترجمة دي بتتم إزاي؟ بتتم عن طريق model بنحصل عليه من على Hugging Face. بنختار من Hugging Face models الترجمة، وبنختار الmodel اللي إحنا هنعتمد عليه في الترجمة، سواء للإنجليزية أو للعربية أو من أي لغة لأي لغة إحنا بنختارها، وبناءً عليه بنطبّق ده في الكود زي ما إحنا شُفنا. لو عندك أي سؤال تاني عن الكود أو محتاج تجرّبه معايا تاني، سيب لنا كومنتك في التعليقات. أنا إيمان علي ودي Cyber Talks.